أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج السنة. في السنوات الأخيرة انتشر بعض الكتب الطبية والتمريضية، وحقيقي ببقى مبسوط جدا جدا مع كل كتاب بعمل له مراجعة، لأن مؤخرا كمية الكتب الخاصة بالتمريض بقت منتشرة في كل مكان. آخر كتاب موجود في السوق ومنتشر هو كتاب فارما نيرسينج. هنشوف الكتاب ده المحتوى بتاعه، مكان البيع وسعره، كل ده هنقوله في الفيديو ده. يلا بينا. بصفة عامة أنا أي كتاب بعمله مراجعة وبمسكه بحب قوي إن أهتم بالتفاصيل الصغيرة اللي فيه، زي مثلا شكل الكتاب، الغلاف بتاعه، الورق بتاعه، الألوان اللي فيه، نوع الخط المستخدم. الحاجات الصغيرة دي كلها بتفرق معايا قوي. ففي البداية كده هنتكلم على شكل الكتاب. شكل الكتاب بصفة عامة بسيط جدا، الحجم بتاعه مش كبير، يعني عدد الأوراق بتاعته مش كتيرة. لو جيت تفتح الكتاب هتلاقي الخط واضح، خط بسيط ومقسمهولك بالألوان زي ما انت هتشوفه دلوقتي. اول حاجه في الكتاب كده، اول ما تفتحه هتلاقي حاجه اسمها الفهرست. الفهرست اساسا انا ممكن اذاكر منه، لان هو مقسم لك الادويه القلب وكاتب لك الادويه الخاصه بالقلب. موجود ادويه ارتفاع ضغط الدم، ادويه فشل القلب، الادويه الخاصه بتنظيم ضربات القلب. يعني تقريبا هو ضامن كل الادويه وحاططهم لك في جداول صغيره جدا. بعد كده جايب لك اختصارات الروشته، جايب لك كل الاختصارات اللي ممكن تخطر على بالك وكاتبها لك بالانجلش وبالعربي. بعد كده لو اخترنا اي مجموعه ودخلنا عليها هي الادويه القلب، جيب لك مثلا حاجه زي الابنفرين او الادرينالين، جيب لك الماده الفعاله، تركيزات الادرينالين، طريقه الاعطاء، الاستخدامات بتاعتها، ايه الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل، موانع الاستخدام، والاحتياطات اثناء استخدام الابنفرين. قيس بقى على الموضوع ده كل حاجة: أدوية خاصة بوقف النزيف، الأدوية المضادة للدهون، الأدوية الخاصة بالتخدير. باختصار لو أنا هقيم الكتاب ده فأنا هديله 10 من 10، لأنه جايب الأدوية ومنظمها بطريقة معينة وكاتب لك كل حاجة خاصة بالأدوية دي، في المادة الفعالة واستخداماتها إيه وطريقة الإعطاء وإيه الاحتياطات اللي أنت لازم تاخد بالك منها. فحقيقي شكرا لكتاب فارما نيرسينج والدكتور ياسين فهمي. الكتاب ممتع ورائع جدا، فأنا أنصح أي حد إنه يشتريه. هسيب لكم بقى عناوين المكتبات وسعره في آخر الفيديو. سلام.